السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عندنا عزومة جامدة جامدة جامدة، عزومة الناس الغاليين على قلبي بجد. شرفوني ونوروني بجد، عملت لهم احلى عزومة. هي عزومة على القد صراحة، بس صراحة عجبتهم جدا. واهم حاجة ان انا لما يكون ضيف عندي معزوم عندي يعجبوا الاكل، دي عندي بقى بالدنيا. طبعا تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا اول حاجه جبت حوالي كيلو من المكرونه او كيلو الا كده، سلقته. وبعد كده فضيته بقى في الميه. هعمل بقى بشاميل، مكرونه بالبشاميل. طبعا عملت المكرونه سلقتها، وهعمل بقى البشاميل. طبعا يعني صينيه المكرونه دي هي دي صينيه العزومات، يعني مفيش غنى عنها. يا اما مثلا مره مثلا اعمل مكرونه، مره اعمل جلاش، مره اعمل رقاق كده. كل مره في كل عزومه، يعني كل عزومه اعمل حاجه شكل. لكن اعمل الاتنين، يعني ساعات للضروره اعمل مكرونه وجلاش مع بعض. بس يعني بالذات في الصيام ما بحبش اتقل قوي في الاكل. بس لو عارفه ان الضيوف اللي جايه لي بتحب مثلا الجلاش والمكرونه، هعمل الاتنين. بس انا بقى استكفيت. بس صراحة الاكل يعني عجبهم جدا 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 وانبهروا بيه، وانا بجد مبسوطة بوجودهم ومبسوطة. شرفوني ونوروني النهاردة بجد. وكل سنة وهم طيبين، وكل سنة وكل الحبايب يا رب ما حد يتحرم من حبايبه، من الناس الغالية عليه. يا رب يفضل بيت كل بني ادم يعني عمران ومفتوح، بحس كل واحد بكل واحدة. ويا رب يعني والشهر ده يفضل كده شهر طويل. الشهر ده بيفوت بثانية، احنا في ثانية. احنا العشرة الاوائل يعتبر خلاص اهو، اخرهم النهاردة، اخرهم بكرة يعني. طبعا يعني بصوا، اكتر شهر بيجري هو الشهر ده. طبعا شهر تحسي بيجري هوا كده، من كتر ما انتي بتحسي احساس ان انت يعني حابه الشهر ده. الشهر ده فيه عباده، الشهر ده فيه فيه حبايبك بيجولك فيه على طول دايما. مش عارفه، اليوم بيعدي هوا، ويوم ورا يوم، وتلاقي 30 يوم خلصوا في سنه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الغاليين على قلبي طيبين. وطبعا انا ببقى مبسوطه جدا جدا لما بيجيلي اي ضيف. وطبعا هما مش ضيوف، هما اصحاب مكان. طبعا انا عملت البشاميل وسلقت المكرونه. وعندي اللحمه بقى متعصجه جاهزه كده. بس انا طبعا مش هقفل صينيه المكرونه دلوقتي، لان كان الوقت بدري، وانا ما بيكون عندي عزومه لازم اقوم بدري. يعني انا بفضل الله بفضل الله الاكل اللي انتوا شفتوه ده بجد ما حدش ساعدني فيه خالص خالص خالص. بفضل الله هم جم لقوني بشطب بقفل كده في الحاجه. يعني يعني انا مش بحب يعني اتعب حد صراحة. فانا يعني متعوده لما يكون عندي عزومه، ضيف جاي لي، حد جاي لي، بقوم بدري اخلص حاجتي بدري بدري. طبعا انا بقى جهزت، والتشطيب ده بقى في الاخر. طبعا بصوا، بوريكم ان صينيه المكرونه حاجتها كلها جاهزه، ودي السمبوسه برضه هحشيها. وخدعت وهسلق بقى الكرنبه. وفوق كنت سلقت الاول وبعد كده خدعت. فانا خدعت الاول، سبكت الطماطم، بعد كده ولعت بقى على اسلق الكرنبه. وقلت بقى اعمل شويه كوكتيل، يبقى بعد الفطار كده. وطبعا وده السيرم. طبعا قلت اعمل سيرم بقى عشان نعمل بقى فاكهه برضو. نعمل قصدي حلو بعد الفطار برضو، لازم، ده شيء اساسي. طبعا حطيت 3 كوبايات من السكر و3 كوبايات من الميه، 3 و3. ده شربات، ده السيرم بتاع القطايف والكنافه. وينفع الجلاش، بس الجلاش بتقله شويه. ده ما بخلوش ال10 دقايق كده على النار. اول ما بيغلي 10 دقايق بعصر عصرة ليمونة واسيبه دقيقتين كده، وبعد كده بطفي عليه، اللي هو شربات الكنافة والقطايف. طبعا انا هعمل برضو كنافة وقطايف. طبعا قطعت الموز والتفاح والاناناس والجوافة، كل اللي عندي طلعته صراحة. حتى حسيت ان الموز خلاص على وشك، قلت لا استخدمه بقى بدل ما يبوظ خسارة، وادخله برضو منه يبقى حاجة حلوة بعد الفطار وكده. طبعا عملت الكوكتيل وحطيت بقى فراولة، عصير فراولة. طبعا كده خلاص. طبعا انا بله تمر هعمله برضو. هنا بصوا، خلاص انا هسلق بقى الكرنبه.
بحيث ان انا اجهز برضو حاجه المحشي، لان انا هعمل كذا صنف في المحشي. بصوا انا بحب في العزايم بالذات في رمضان او لو بقى غير رمضان وجاي لي ضيف، لو هعمل حاجات بسيطه جدا بس بنوع في المحاشي، ما اعملش نوع واحد، بنوع في المحاشي. ونفترض مثلا جاي لك ضيف بيحب مثلا الكرنب وحد معاه ما بيحبش الكرنب، يبقى تعملي ده وده، لو حاجات كميات بسيطة بس تعملي محشي مشكل بمعنى أصح. طبعا هنا برضو كنت عملت التمر بس الكاميرا بقى كانت فاصلة. عملته برضو وصفيته كده ما شاء الله، عمل كمية، لأن أنا كنت عملت نص كيس من التمر كنت بلاه وصفيته بقى وحطيت له السكر بتاعه وحطيت له ملح ليمون وكل حاجه. بصوا ما شاء الله عمل لي كميه كبيره يعني، ما شاء الله ما شاء الله الاكل كفه. بصوا مش قادره اقول لكم كان يعني عجبهم بجد يعني، مبسوطين بيه يعني. بصوا والله العظيم يعني العزايم دي مش يعني مش بالاكل، صله الارحام. كوني ان انا مثلا اروح مثلا عندي سيلفي مثلا يوجا عندي مثلا مش يعني ان احنا نود بعض، وصلة الارحام دي بالدنيا مش بالاكل وبالشرب، وان احنا مثلا كلت عندي كنت كلت عندي. بص ممكن يعني ممكن على الفطار الناس تشرب عصير ولقمه بسيطه، بس اسم ان انت قدرتيني وانا قدرتك وبقينا يعني. هو رمضان كده يا جماعه بتاع العزايم. طبعا هنا برضه حاجه المحشي زي ما انتم شفتوا كده، الخضرة والبصل وكله، وسبكت الطماطم. طبعا كل ده في فيديوهاتي، طبعا انا مسرعه عشان خاطر ايه ما اطولش عليكم. وهنا برضو كنت لفيت السمبوسه انا لفاها معاكم اول تاني يوم رمضان. سهله جدا، حشيتها لحمه مفرومه وزيتون. طبعا هنا بصوا حاجه المحشي كده خلاص انا هحشي بقى. كانت حوالي الساعه كام؟ كانت حوالي الساعه 3 الا ربع كده. خلاص قلت بقى انا هحشي. بص ورق العنب ده متفرز من الفريزر. طبعا الطماطم مش عارفه بهتنا، بس والله انا عامله طماطم كتير عشان تبقى المحشي احمر كده. وطبعا بتنجان وكوسه وكرنب وورق عنب هحشي كده. طبعا هنا بصوا قلت برضو صينيه الكنافه. طبعا قطعت الكنافه كويس وحطيت عليها سكر بودره وحطيت عليها سمنه او زبده اللي عندك، وفلفلتها جامد، بس تقطعيها على قد ما تقدري حتت يعني ما تبانش زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انت تفلفليها. وفركي بقى فيها السمنه والسكر البودر، وحطي النص تحت في نص الصينيه، نص الكنافه في نص الصينيه. عملت كريمه كدابه انتوا عارفين بتتعمل ازاي طبعا، واللي مش يعرفها في فيديوهاتي هاتي طريقه الكنافه بس فيديو الكنافه لوحده هتلاقي نفس ما انا بعملها، هي طريقتي ما بغيرهاش. بعد ما حطيت الكريمه الكدابه حطيت بقى، بس انا حطيت بقى عليها شويه زبيب وجوز هند بعد ما بردت، بتخليها خطيره. بعد كده بقى بقيه الكنافه فوق الوش، وحطيت بقى شويه زبده كده او سمنه من فوق الوش. بص بس اهم حاجه ان انت تضغطي عليها جامد. طبعا هنا برضو قلت اعمل كفته. طبعا اللحمه المفرومه جبت حوالي 6 بصلات كده. آه، انا اقول لكم على معلومه دلوقتي في الكفته دي. بصوا مش قادره اقول لكم ولا تقولي بقى بتاعه الحيتي، بجد حكايه غير كمان الطرق اللي انا بعملها. يعني انا الطريقه دي هقول لكم دلوقتي عرفتها ازاي. بتعملي ال5 بصلات. طبعا احنا عارفين بتاخدي التفل بتاعهم بس بتبشريهم، وبعد كده بتاخدي التفل وبترمي الميه ايه بتاعتهم، او مثلا الميه بتخليها تصبعي بيها زي ما انا بصبع كده. طبعا انا بصبع على مقوار على ايد معلقه على اي حاجه. طبعا بعد ما بتاخدي التفل بتحطي بقى ملح وفلفل اسمر والبهار اللي انت عايزه تحطيه، وتحطي اللحمه وتعصجي جامد. طبعا اللحمه جت معاكي حادقه زي ما جت معايا، حسيت الملح حادق لان احنا صايمين يا جماعه، واحنا يعني بعمل على طرف لساني، بس برضو مش متاكده من الحدقه قوي. حسيت ان هي بقت حادقه معايا سنه. طب هعمل فيها ايه؟ هرميها؟ لا طبعا. تجيبي رغيفين عيش وتبليهم في ميه، وشفتوا تخليهم كده حاجه يعني حاجه يعتبر عجينه في ايديكي كده، واعصريهم جامد ورميهم على اللحمه. بعد كده عجينه اللحمه جامد بالبصل بالرغيفين العيش ده. وبصوا انا يعني الفكره دي انا خدتها من صاحبتي. كنت انا يعني بالبني ادم بقى يعني بيموت وناقص عليه. بس صينيه المكرونه خطيره جدا، بس الطبقه بتاعتها ولا حط لها موتزاريلا ولا حط لها اي حاجه، ان شاء الله خطيره خطيره خطيره. لان انا خدمتها حطيت لها لبن بودره بقى، بس انا وانا بكلمكم نسيت اقول لكم لبن بودره، وحطيت لها كل حاجه. بس الكفته، بس الكنافه، الاكل كان خطير بجد 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 بجد. طبعا هنا هحمر السمبوسه واحمر القطايف. طبعا قبل ما انسى
لما لقيتها حادقه فانا بشور صاحبتي يعني، بقول لها اعمل لها ايه، طب احط بطاطس وطماطم تحت بحيث ان هي تمتص الحدقيه. فقالت لي طب اعملي رغيفين عيش كذا كذا كذا. فصراحه من ساعتها وانا معتمده الطريقه دي. الطريقه دي خطيره جدا، بتشد لو اللحمه حادقه بتشد وبتديكي كميه اكتر، وما بيبانش العيش خالص 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 خالص. العيش ما بيبانش، يعني مثلا في الكفته ما بيبانش، تحسي ان الكفته معاكي بتقطم وخطيره بجد. وانتوا شفتوها، شفتوها في اول الفيديو، هتشوفوها دلوقتي. طبعا هنا بصوا السمبوسه، بصوا الكفته، بصوا لسه مش كملت كلام. شايفين التحمير بتاعها؟ طبعا دخلتها الفرن، اتحمرت من فوق ومن تحت، ورشيت بقى خضره وحطيتها بقى في الطباق زي ما انتم شايفين كده. بقى بدات ايه، ان انا يعني اغرف يعني مع نفسي كده. كان لسه كان الوقت كده كان فاضل على المغرب، كانت حوالي ربع ساعه. فقلت بقى مع نفسي كده حاجه حاجه كده عشان ايه ما لهوكش نفسي، لان انا لما بكون عامله عزومه ولا حاجه مش بكربس كله مع، يعني مثلا اعمل المحشي واركنه، لا لا، يعني اجمع حاجه المحشي واخلصها على قد التعبيه واركنه على جنب، لان المحشي انتوا عارفين لازم يبقى سخن. المكرونه اخلص برضو حاجتها على قد التقفيل، بحيث لو الوقت ازف معايا يبقى التقفيل مش هياخد مني حاجه وتسويتها مش هتاخد مني حاجه. اهم حاجه ان انت خلصتي ايه. بصوا المكرونه طلعت منها بردت سنه، مش طالعه معايا مفرفطه، طالعه معايا لونها خطير زي ما انتم شايفين بجد. طبعا كده انا كده غرفت في الوقت ده. بصوا بقى كنت سلقت لحمه برضو، وطبعا ما جبتش فراخ صراحه. وعملت بقى بص ورق العنب بجد خطير، انتخ. والبتنجان والكوسه بقى حطيته في الصينيه دي بحيث يبرد، لان خلاص بقى وانا بغرفه كده هو اللي قاعد على النار يعني لغايه ما المغرب قدنا. كان سخن جدا، فانا قلت بقى احطه في الصينيه كده يبقى مهوي. طبعا هنا بصوا بقى المقطع ده صورته بعد المغرب. بصوا المكرونه اسفل الكنافه خطيره. بعد المغرب صورته وانا بطلع بقى الحلو والكنافه بقى والعصاير وكده، هتشوفوا دلوقتي. بس هو دخل بقى في قلب الفيديوهات، بس هيجي برضو في الاخر المقطع بقى ايه. يعني وانا بجمع دخل معي. طبعا بصوا شايفين الكنافه طالعه عامله ازاي بجد، ولا تقولي بقى كنافه حلواني ولا اي حاجه خالص. مفيش احسن بقى من عمايل ايديكي كده وبجد. يعني مش قادره اقول لك. كل اللي ضايق الحاجه دي بجد شكرني، وانا مش عايزاهم يشكروني بجد، يعني بألف انا وشيفها على قلوبهم. انا يعني بحب اسمع ان الحاجه كويسه، بس مش عايزه حد يشكرني، لان دي حاجتهم وده بيتهم، وانا ببقى مبسوطه بعمل الحاجه بروح حلوه ومبسوطه باللي داخل عليا بجد. والله انا ببقى مبسوطه جدا، وكنت مبسوطه بلمتهم جدا جدا جدا. ويا رب عايده ما تتقطعش من كل حبايبنا، ويفضل يعني العاده دي ما تتقطع ابدا، ويحملوها اولادنا في الكبر. مسجد طبعا هنا بصوا المدينه ده بقى اللي انا المنوره اللي طلعته عند بعد سوبر ماركت الفطار. تبعها. الكوكتيل وتمر برضو والقطايف والكنافه، طبعا كان في فاكهه كده يعني. طبعا بقوا يعني يقولوا احنا مش قادرين مش قادرين. لا لا لا، طبعا بصوا المقطع دخل في قلب المقطع. طبعا هنا كده لسه كان المغرب لسه كان خلاص يعني بيأذن. بصوا ما شاء الله بقى، وشوربه بقى وحطيت كل حاجه صراحه، السمبوسه والمكرونه وكله. طبعا اتمنى كل اللي شاف الفيديو ده يعني يكون عنده عزومه كده يتشجع ويقوم بدري كده ويعمل برضو لو كميات بسيطه. درست حاجه طبعا في يا جماعه الارض. اللمه حلوه والحبايب كلنا بنكون كويسين مع بعض. ربنا يدوم اللمه يا رب. وطبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم كده. الفيديو بتاعي انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.